رجعت لكم تاني يا أصحابي كده بعد ما ركبنا القلاب في الشنطة، وده بقى شكلها كده بقى شكلها حلو قوي. اوريها لكم كلها كده، شكلها بقى حلو قوي. وكمان عملت الحزام بتاع الشنطة اهو، وركبته زي ما وريتكم بالظبط، كملته. وكده احنا كده بالشكل ده كده اهو، فاضل لنا القفل. وكمان عملت اول ودن من ودان الارنوب اللي هتكون نازلة على الشنطة كده. تمام، عملتها. وهعمل الودن التانية بتاعة الأرنوب معاكم. هنحتاج خيط قطيفة زي ما قلت لكم برضو في أول الفيديو. ده خيط قطيفة معايا هيمالايا بالشكل ده، مش بتاخد منه كتير. تعالوا نبدأ مع بعض أوريكم هنعملها ازاي. كده هعمل عقدة بداية بالشكل ده، وهشتغل في عقدة البداية دي 4 سلاسل. 1 2 3 4. هو الخيط القطيفة لما بنيجي نرجعه بيعمل زي فتلة كده، فخدوا بالكم من الشغل فيه جامد، يعني هو شغله يعني مش سهل شوية. هاجي كده على أول سلسلة من السلاسل ال4 دول، وهدخل فيها بالشكل ده، وهسحب الخيط وهقفلها بمنزلقة. هاجي كده بالشكل ده بقى، هعمل الخيط معايا كده، وهاخد الخيط بتاع البداية ده هقفله وانا شغالة عشان يسهل عليا. هدخل جوه الفراغ بتاع الدايرة ده، وهسحب الخيط، وهعمل جرزة حشو وهعلمها. نسيت اقول لكم هشتغلها بإبرة كام، معلش بقى. انا هشتغل بإبرة 8 مع الخيط القطيفة عشان عايزاها تكون طرية قوي وفراغاتها كده واسعة وناعمة، والخيط القطيفة ما يبقاش مشدود معايا. علمت أول غرزة، هشتغل جنب الغرزة دي كمان 7 غرز، يعني العدد النهائي معايا 8. كده 2 3 4 5 6 بالشكل ده 7، وادي رقم 8. هشيل العلامة دلوقتي بالشكل ده كده اهو، وهاجي هنا في أول غرزة دي هدخل فيها كده وهسحب الخيط، وهشتغل برضو غرزة حشو، يعني مش هعمل منزلقة، احنا هنشتغل حلزوني وبعدين هعلمها تاني على طول. تمام كده. بالشكل ده هشتغل في كل غرزة 2 غرزة حشو. ادي كده عملنا 1، وادي كده 1 بقت 2، والغرزة اللي بعديها اهو هدخل فيها على طول وهشتغل 2، واللي بعديها كمان 2، وهكذا لنهاية السطر. هيبقى معايا 16 غرزة. في كل غرزة بتقابلني بشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان. وادي اخر غرزة معايا اهي، هشتغل فيها 2 غرزة حشو. هشيل الماركر، ومن هنا انا هبدأ ارتفاع سطور ثابت، مفيش اي تزايد خلاص. تاني هنوقف تزايد على كده. احط الماركر تاني في كل سطر، بشيل الماركر وبعمل اول غرزة وبعدين احط الماركر تاني. تمام كده. هكمل لنهاية السطر فوق كل غرزة 1 غرزة حشو، مفيش اي تزايد، غرزة واحدة بس فوق كل غرزة. هفضل شغالة كده، هتديني بقى الارتفاع ده كده ثابت عشان يبقى بالشكل ده معايا. هفضل شغالة كده 1 غرزة حشو فوق كل غرزة. هخلص السطر وهرجع لكم تاني.
بالشكل ده كده اهو. وصلنا عند العلامة هنشيلها في كل سطر نفس الحكاية. هوصل عند العلامة اشيلها واشتغل مكانها 1 غرزة حشو وهرجع الماركر تاني. طيب يا كوكي هنشتغل كده قد ايه معايا بالشكل دوت؟ هشتغل انا كده اشتغلت سطر، هشتغل مع السطر ده 21 سطر تاني. يبقى انا عندي التزايد الدايرة الاولى 1 وبعدين تزايد 1 وبعدين 24 اسفة 22 سطر ثابت، فبيكون العدد النهائي معايا في الاخر خالص بيكون 24 سطر بأول سطر والسطر بتاع التزايد، وبعديها 22 سطر يبقوا العدد النهائي 24 سطر. هكمل سطور ثابتة تماما نفس الحكاية. بنشيل العلامة ونعمل أول غرزة وبعدين فوق كل غرزة حشو هنا كده ندخل ونشتغل 1 غرزة حشو تاني فوق كل غرزة 1 غرزة حشو. هكمل كده ثابت لحد ما أوصل يبقى معايا العدد النهائي 24 سطر. هوصل لهم وهرجع لكم تاني، استنوني. رجعت لكم تاني يا أصحابي كده بعد ما عملناها وبقت بالشكل دوت. ودي التانية معانا بالشكل ده كده. الاتنين معانا اهو. هنركبهم بقى دلوقتي، واخر حاجة هعملها ان انا هعمل منزلقة هنا مكان العلامة، هشيلها وهعمل هنا كده منزلقة وهقص الخيط ده. بس هسيب زي ما انا سايبة هنا كده مسافة، هسيب هنا مسافة عشان دي اللي هنركب بيها. كده قفلناها اهو. دلوقتي هنجيب إبرة تنظيف بالشكل ده اهي، وهندكك فيها الخيط ده كده بكل سهولة كده اهو. هاجي دلوقتي على ظهر الشنطة اهو. بس هناخد بالنا ان دي احنا ايه يعني، احنا اصلا هنشيلها، ممكن نشيلها دلوقتي قبل ما نركب اليد، بس احنا عايزين دي تحت كده عشان ما نخيطهاش معانا. تمام، عايزين تشيلوها تركب يعني ما تركبوهاش، تركبوها في الاخر مفيش مشكلة. هحط دي كده وهبدأ هاخد، بصوا هي هنا معايا مفتوحة اهي الجزئين، انا هاخد الجزئين مع بعض يعني هخيط كده وكده. تمام اهو. ممكن نخيط مثلا اهو حرف الفي من جوه الحلقتين اللي جوه بس. تمام، وهحطها كده شايفين ازاي، وهبدأ اخيط معاها الحرف بتاع الشنطة بالشكل ده كده. خياطة عادية، خياطة عشوائية زي ما تحبي بقى يعني، فاهماني اهو. المهم ما خليهاش من هنا مفتوحة. تمام كده اهو. نخيط كده برضه نخليها ايه شكلها يكون حلو ما يكونش شكلها وحش. دلوقتي بقى جيت دور نركب القفل مع بعض. اول حاجة انا هنا وسعت القفل كده بايدي كده عشان اعرف ادخله. هاجي هنا على الشنطة من هنا هدخل القفل كده كويس واتأكد ان هو ايه يعني الخيط لحد جوه. شايفين هي السنون اهي، انا عايزة السنون دي تبقى هي اللي راكبة في الكروشيه. بصوا انا حتى ايه هزق كده الكروشيه تحت السنون بالابره باي ابره صغيره. هبدا بقى اقفل كده. طيب انا هي المفروض ان انا اقفل بالزراديه بس انا مش معايا الزراديه. القفل كده وهبدا اضغط عليه من الظهر بابره الكروشيه بس تكون ابره كبيره. ده حل برضو عشان لو انت ايه معكيش معكيش زراديه، بس ده حل مؤقت. انا هثبت بس كده والجزء ده بالذات لحد ما اجيب الزراديه واقفل بالزراديه عليه.
معايا كده اهو. هحدد بقى المكان اللي انا هركب فيه الجزء ده من ورا، ده مش محتاج زرادية اصلا. انا هركبه هنا كده، هفتح السنون بتاعته دي وهدخلها كده اهو المكان اهو. هرجع بقى كده من جوه الشنطة. السنون بتاعت القفل اهي. حتى ان انا هعمل كده وهتنيها على الخيط، واتنيها على الخيط كويس قوي، يعني اتاكد ان هي قفلت على الخيط جامد. بالشكل ده اهي اتقفلت كويس جدا وبقت ماسكه. دلوقتي بقى جه دور تركيب البطانه. عندي حلين، ان انا افك ده وان انا اسيبه، بس انا هسيبه. الجيب اللي بسوستة معايا هيكون في ظهر الشنطة ناحية القلاب اهو. شايفين ازاي اهو الجيب بسوستة اللي هو بسوستة. تمام. انا ببتدي تقفيل من جنب الشنطة مش من بداية الظهر، ببتدي من الجنب. هجيب ابرة وخيط. رطمت إبرة الخيط اهو، إبرة خيط عادية خالص وبالخيط لونه اسود. وبالمناسبة حابة اعرفكم بحاجة يا كوكي، احنا دلوقتي وليكن مثلا يعني بعمل شنطة لونها احمر والبطانة اسود، او زي ما انا عاملة كده شنطة اخضر وبطانتها اسود، هخيط بلون ايه؟ لا خيطي بلون البطانة، ايا كان لون البطانة معاكي ايه، خيطي بخيط لون البطانة عشان ما يبانش. كده كده الخيط مش هيبان معانا في الكروشيه. اول حاجة كده هبتدي ادخل في الجنب بتاع الشنطة من ورا. هاجي كده اهو للشنطة من ظهرها، هدخل الابرة. يبقى انا اول حاجة شبكت الابرة في البطانة. هاجي بقى على الشنطة هظبط المكان بالظبط، هو ده معايا اهو. هاجي هنا انا عايزة ابعد عن الجزء ده، مش عايزة اخيطه معايا. هاخد كده، انا خدت هنا، هبدأ هنا اخد جرزة كده بيبقى واضح اهو في الخيط بتاع الشنطة عادي. ماشي يا كوكي. بعدين الغرزة اللي بعديها هبدأ اخدها على حرف البطانة فوق خالص اهو كده. شايفين انا خدتها ازاي اهو. يبقى مرة باخدها في الكروشيه ذات نفسه، ومرة باخدها في البطانة نفسها. وهبدأ اشد تاني من نفس المكان، يعني انا هنا الخيط معايا خارج من هنا، يبقى ده نفس المكان اللي انا هبتدي اخيط فيه. وهبدأ اخيط كده اهو. الطريقة دي حلوة جدا. تاني على مكان، نفس مكان خروج الخيط من الكروشيه هو نفس المكان اللي انا هبتدي منه. هعمل لكم زوم اكتر اهو. نفس مكان خروج الخيط من هنا هو نفس المكان اللي انا يعني هبتدي فيه اخيط البطانة. وباخد الخياطة على حرف البطانة فوق هنا، باخدها كده. كل الناس اللي بتتعقد من تركيب البطانة لو مشيتي بالطريقة دي حقيقي مش هتحسي خالص ان البطانة تركيبها صعب. اهي انا معايا خيط خارج من هنا، نفس المكان بالظبط في الكروشيه. هدخل الابرة منه كده اهو وهخيط اخد غرزة. الخياطة دي اسمها خياطة سحرية، لو ما بتكونش باينة خالص لا في الخيط ولا في البطانة، وبتكون ماسكة نفسها جدا حتى لو شدينا البطانة. تمام.
هاجي كده هاخد غرزة في البطانة، يعني مرة بناخدها في البطانة ومرة بناخدها في الخيط بتاع الكروشيه بتاع الشنطة ذات نفسها. أهم حاجة وأهم خطوة مكان ما هي خارجة من البطانة هنا مكان ما أنا هدخلها في الكروشيه كده. دي كبيرة قوي، نخليها أصغر شوية أهو كده. ومكان ما هي خرجت من الكروشيه المكان اللي أنا هشتغل فيه في نفس المكان قصادها على طول أهو، شايفين أهو، هو المكان اللي أنا هشتغل فيه في البطانة. وآخد حرف البطانة من فوق، أنا اللي خارجة بالإبرة من هنا يا بنات مهم، أنا مخيطتش البطانة كده، ما أخدتهاش كده والإبرة خرجت من ورا كده، لأ، أنا خيرت على السن بتاع التانية دي أهي كده، الإبرة جوه البطانة ذات نفسها. يا رب أكون عارفة أشرح لكم الطريقة ويكون الشرح سهل وبسيط عليكم. بصوا كده، هكمل بقى بنفس الطريقة عشان ما اطولش عليكم، داير ما يدور البطانة كلها. كمل كده اهو الداير ده كله، وهرجع لكم تاني اوريها لكم برضو. رجعت لكم كده ووصلت لنهاية الشنطة خلاص. هاجي دلوقتي هقفل بقى الخيط معايا بالشكل ده، هقفله في الشنطة غرزتين كده بالشكل ده، وهمشي شوية كده هقص الخيط كده. انا خلصت بإبرة الخياطة خلاص وركبنا البطانة وتقريبا خلصنا الشنطة خلاص. عايزة بس كده من جوه، بصوا مش عارفة اكبر عن كده اهو، ده شكلها من جوه وده الجيب اللي في الشنطة اهو. مش عايزة افتحها عشان عايزة اسلمهولها كده مقفول، مش عايزة معلش افتح الجيب اهو. وده شكل التركيب، بصوا مفيش اي حاجة، ده مكان الخياطة بس بتاعة المكنة اهو، شايفين حلوة جدا. هاجي دلوقتي اول ما هشد الشداد بتاع الشنطة، بصوا هي بتلم لوحدها الطريقة اللي علمتها لكم نركب بيها الشداد. بصوا هاجي دلوقتي بنفس الخيط القطيفة اهو، هاجي تاني. بصوا ركزوا معايا، فاكرين البداية اللي كنا بنعملها في الداير ده هنعملها تاني. هعمل نقطة بداية وهشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهقفلهم تاني برضو بمنزلقة. بعدين هشتغل 1 غرزة حشو، مش عايزين ننسى العلامة، وهشتغل 8 غرزة حشو تاني كده، 2 3 4 5 6 7 ودي كده غرزة رقم 8. نشيل العلامة، هعمل أول غرزة حشو مكان العلامة وهرجع العلامة تاني، وهعمل تزايد في نفس المكان، هشتغل كمان 1 غرزة حشو، وفي كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان. كده وصلت هنا اهو عند العلامة،
هشيل الماركر وهعمل غرزة حشو وهعلم مكانها. هبدأ أشتغل سطرين، 2 سطر بدون تزايد سطر. هشيل دلوقتي العلامة وهعمل منزلقة وواحد سلسلة. هقص الخيط من على مسافة كبيرة بالشكل ده كده. ركزوا معايا بقى، الحتة دي مهمة. أنا هاجي كده هدكك الخيط ده فيها كده، شايفين معايا ازاي؟ تاني بس عايزة ادككه بطريقة معينة ان انا لما اشدها تتقفل معايا كلها، فهاخد غرزة من بره وغرزة من جوه. انا كده هسحب الخيط لجوه وبعدين هرجع اسحبه الغرزة اللي بعدها لبره. يا رب يكون الشرح سهل. بعدين اجي الابرة لجوه وهسحب الخيط بتاعي لجوه، بعدين هاخده لبره. هكمل كده الدايرة كلها، مرة لجوه ومرة اسحبه من بره كده اهو لجوه كده. بصوا بقى كده، انا لما هاجي هشدها بصوا هي اتقفلت معايا ازاي خالص، قفلناها وبقت بالشكل الجميل ده اهو. نيجي دلوقتي هنركبها هنا. جبت ابرة التنظيف وهدكك فيها الخيط ده كده. هاجي هنا هحدد المكان بالظبط انا عايزاه فيه دي كده اهو. هنخليها هنا كده اهو، ونخلي دي هنا في النص. هاجي كده سهلة جدا، انا كان المفروض اثبتها اسهل لي وانا من غير البطانة، بس عادي اهي هثبتها كده اهو. وهثبت بقى ايه في الكروشيه بتاعها داير ما يدور. شايفين ازاي اهو. وهثبت في الخيط كده. ممكن لو عايزين تلزقوها بشمع الزقوها، بس انا عايزاها تكون متينة اكتر فهثبتها بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم انا حرفيا يعني انا بعاني مع الخيط القطيفة ده. الخيط مش عارفة، مش زي الابيض خالص. الخيط الابيض بتاع الشنطة التانية كان احسن من ده بكتير. الخيط اتقطع كمان. بصوا جزء قد ايه اتقطع مني حتى من الابرة. بصوا ممكن يكون المشكلة عندي، لو حد يعرف هو ليه يعني التعامل مع الخيط ده اصلا ازاي. ممكن تكون المشكلة عندي انا، مش مشكلة في الخيط خالص، تكون مشكلة شخصية مثلا. يعني على قد ما بقدر بحاول ماخدوش ان هو ياخد فتلة صغيرة اهو. مقيد جزء في الشغل. فاضل لنا مثلا غرزة هنا. شايفة لو عندكم خيط نفس اللي بيعمل معايا زي اللي بيعمل معايا كده ثبتوها بإبرة خياطة، بإبرة وخيط عاديين خالص، مش بنفس الخيط. يعني هي لما بقت فتلة بس واحدة بس من الخيط
بقت أحسن بكتير. دلوقتي هقفل هنا وده شكل الشنطة اهو. فاضل معانا بقى اليد بتاعة الشنطة اللي هتتركب هنا. تعالوا نعملها مع بعض. بداية خالص مهمة قوي، خلوا ايد الشنطة تكون من بكرة كاملة او من شلة كاملة عشان ما يبقاش فيها وصلات، عشان ما يبقاش فيها وصلات. البداية كده اهو، عملت عقدة البداية وهعمل 100 سلسلة كده. ال100 سلسلة معايا اهو. هبتدي دلوقتي هعمل ايه؟ هبتدي اسيب 1 2 3 في الغرزة رقم 4 هعمل عمود بلفة، وعلى السلسلة كلها هشتغل غرزة عمود بلفة. في كل حلقة من حلقات السلسلة هشتغل عمود بلفة. هكمل السلسلة للنهاية عشان الفيديو بقى طويل، وهرجع لكم تاني. طبعا كلنا عارفين غرزة العمود. هكمل بغرزة العمود السلسلة كلها لحد ما اوصل للنهاية، هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني كده، وصلت هنا عند نهاية السلسلة. فاضل معايا اخر غرزة هنا هشتغل فيها 5 غرزة عمود. لفت معايا اهي. دلوقتي هاجي هنا قصاد كل عمود، يعني انا عندي اهو هنا قصاد العمود اهو، هدخل كده بالابرة وهعمل غرزة عمود تاني. هاجي اشد الخيط ده هاخده معايا اقفله. هاجي هنا على العمود اللي جنبيه اهو، هلف الخيط وادخل كده قصاده، هعمل كمان عمود. وكل غرزة عمود هتقابلني هدخل كده وهعمل عمود بلفة. هكمل كده نهاية بقى لكل العمدان اللي احنا عملناها دي لحد ما اوصل هنا عند النهاية، وهرجع لكم تاني. دلوقتي بقى هنا انا على فكرة يا بنات فكيت غرزة العمود كلها بالطريقة اللي انا وريتها لكم، عملتها نص عمود بس بنفس الطريقة، يعني مشيت نفس الغرز ال100 غرزة، وعملت في الاخر هنا ال5 غرز اللي هما هنا، وكملت بنفس الطريقة بس بغرزة نص عمود بدل غرزة العمود. معايا هنا اخر غرزتين معايا اهم. ادي كده اول غرزة هعمل فيها نص عمود، والغرزة اللي جنبيها اللي هي بتاعت السلاسل هخش فيها كده وهشتغل فيها 4 غرزة نص عمود. 4. هاجي كده هقفل هنا بمنزلقة سلاسل الارتفاع، هسيب مسافة كبيرة قوي في الخيط بالشكل ده. وكده لسعت الخيط. هاجي دلوقتي كده هرتفع 1 سلسلة، هسحب بقى الخيط ده كده. رجعت كده ودي الإبرة. هاجي هنا في حرف الشنطة من هنا اهو، شايفين؟ وهخيط في الجنب ده اهو، خياطة عادية خالص. خلي الإبرة بقى من هنا تاني بالشكل ده كده. هقلب اليد وهبدأ أدي خياطة تانية هنا وهنا تاني، إن أنا يبقى إيه تبقى ماسكة نفسها أكتر.
بالشكل ده بقى كده نفس اللي عملناه هنا. هنعمل اليد كده وهنعملها كده بالظبط. يعني بصوا انا كده قسماها نصين بالظبط اهو. ثبت بقى دي هنا زي ما هي ثبت دي هنا، وانا سايبه الباقي كله لفوق، وهرجع اوريكم هنقفله ازاي اللي فوق دوت. معايا الخيط اهو هثبت بيه نفس التثبيت وهرجع لكم تاني. كده يا بنات ثبتنا اليدين من تحت، وهاجي دلوقتي كده هتني اليد واشوف المقاس بالظبط عندي، وهسيب جزء كده من فوق، ودي اللي هتكون بتتمسك منه الشنطة اهو. مهم قوي يا بنات تكون اليدين دول متساويين مع بعض ويكونوا مقاسهم واحد عشان ما تبقاش في ايد اكبر من ايد. دلوقتي بقى معايا الابرة اهي، وهبدأ اخيط خياطة عادية خالص في اليد دي اهو. رجعت لكم تاني يا اصحابي، وكده بعد ما قفلنا كل حاجة في الشنطة وقفلنا اليد كمان اهي، وبقى عندنا يد هنا نشيل منها الشنطة اهي. ده شكلها النهائي. يا رب تكون عجبتكم وتكون شكلها حلو وتعرفوا تنفذوا زيها. ولو في اي حاجة انا ما شرحتهاش كويس او كده تقدروا تكتبولي في الكومنتات. وعلى فكرة ممكن نثبت دي هنا وممكن نثبت دي هنا لو احنا عايزين، وممكن نسيبهم كده، فدي برضو براحتنا. وده شكل الشنطة كده من جوه معانا. بجد شكلها حلو قوي، فيها الجيب بالسوستة وده بيتربط. بنربط ده كده. وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي، قناة كروشيه كوكي. بحبكم جدا. استنوا اوريكم برضو الشنطة التانية معانا. ودي كانت الشنطة التانية اللي لونها لبني. ودي شكل الودان بتاعتها، شكلها برضو حلو قوي. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي. اشتراككم هيساعدني جدا. ولو في اي حاجة شرحها ما كانش واضح او كان مش واضح قوي او كان محتاج ان انتوا عايزين تفهموها اكتبوا لي في الكومنتات، وهتواصل معاكم على طول جدا. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.